عمرك حسيت انك بتدفع تمن غلطات قديمة؟ في صوت جواك دايما بيفكرك ان في قرارات كان المفروض تاخدها بشكل مختلف، او انك مش متقبل شكلك، عيوبك اللي هي اصلا جزء من شخصيتك، او ساعات بتحس بتأنيب ضمير لما تاخد فترات راحة من الشغل. الاحساس ده هو عبارة عن صراع داخلي، معركة مستمرة بينك وبين الشخص الوحيد اللي المفروض يكون في صفك، وهو نفسك. فالسؤال هنا، هل انت متصالح مع نفسك؟ هو سؤال يبدو انه بسيط جدا، لكن اجابته مش سهلة خالص. زمان لما كنت بجيب نتيجة الامتحانات وانا في ابتدائي، كان بيتقال لي يا سارة انت ليه مش مقفلة المادة دي؟ كنت مثلا ببقى جايبة 19 من 20. فانا بالنسبة لي شايفة ان دي درجة حلوة، معنى كده ان انا شاطرة، انا في بس حاجة عدت عليا. كان ردي اللي هو عادي، ايه المشكلة؟ كلمات كده كنا بنشوفها حاجات سهلة وحاجات بسيطة بتعدي علينا، لكن طلع معناها أعمق مما نتخيل. خلينا أوضح لك. التصالح مع النفس معناه إنك مصاحبها، يعني تتخيل نفسك كأنها شخص مختلف عنك خالص، شخص ليه جسد وروح وأفكار مختلفة عنك، شخص ينفع تقعد معاه تتكلموا وتتناقشوا في حاجات كتير مختلفة وما تزهقش خالص من القعدة معاه. شخص ممكن تروح معاه لآخر الشارع، او يمكن تروح معاه لاخر العالم كمان ومن غير ما تزهق. الموضوع مش واضح قوي، صح؟ انا هوضح لك اكتر. انك تبقى متصالح مع نفسك انك تبقى قادر تتكلم معاها، قادر تقعد لوحدك في وقت فاضي من غير اي مشتتات خالص. اللي بيحصل في الوقت ده ان بيبدأ يحصل حوار بينك وبين نفسك جوه دماغك، بتبدأ تفكر في اللي بيحصل، بتبدأ تواجه مخاوفك وقلقك، بتبدأ تدور على أفكار، تدور على حلول. ومن هنا بيبدأ التصالح مع النفس، ان انت اصلا كشفت عيوبك وكشفت الحاجة اللي مضايقاك وكشفت الحاجة اللي موتراك، اللي ساعات كتير قوي بنهرب منها. فانت اصلا لو مش متصالح مع نفسك مش هتبقى قادر تفهمها، فدي نقطة مهمة قوي. فخليني احكي لك حاجة حصلت معايا. في محل كنت ببقى مضطرة جدا اروح اشتري منه حاجة انا محتاجاها، لان مش بيبقى موجود الحاجات اللي انا عايزاها غير عنده. كنت ببقى بدور على اي حل ينقذني ان انا اروح مكان تاني، مكان ابعد، مكان اغلى، ولا اني اروح المكان ده. الحقيقة ان انا رحت المكان ده تقريبا 3-4 مرات بس كل مرة بروح بحس بشعور متكرر، واللي هو انا ببقى مخنوقة، مش قادرة اخد نفسي، مش قادرة اتكلم اصلا مع الراجل. في مرة فضلت اعرق جامد واحنا كنا في الشتاء، ما فهمتش ايه اللي حصل، مع ان الموقف كان متكرر، وما ركزتش وما سألتش نفسي هو ليه ده حصل. وبعديها بالصدفة البحتة وانا بتكلم مع شخص ما بحكي له على الموقف اللي حصل، كان رده الجملة دي بالظبط: ما يمكن انت يا سارة عندك فوبيا من الاماكن المغلقة. وهنا في لمبة نورت في دماغي. وقفت لحظة كده استوعب المكان اللي انا بدخله ده مكان صغير جدا، بابه دايما مقفول، مفيهوش اي شباك او مصدر تهوية. فانا بتخنق، انا ما بحبش الاماكن المغلقه ولا بحب الاماكن الزحمه. كل مره عقلي بيقول لي انت في مكان مش مناسب معاكي، اطلعي، وانا مش فاهمه ده ليه. وكل مره كنت بضغط على نفسي عشان اروح المكان. فلما فهمت ده، ما فهمتش الموقف ده كمان، ده انا رجعت لورا لحاجات واماكن كتير كنت بتخنق لما بروح. فلما فهمت النقطه دي ففهمت نفسي، فعرفت ان انا عندي مشكله في نقطه معينه. فتمام، انا تصالحت معاها ومبقتش اضغط عليها. وتمام، انت بتحبيش الاماكن المغلقه ما تروحهاش. ولو مضطره ان انا اروح مكان زي كده، هبقى عارفه من قبلها اصلا. يعني والله عارفه ان انا دلوقتي رايحه المكان ده اللي فيه اسانسير، فانا بتخنق من الاماكن المغلقه، فهبقى محضره نفسي ومستعده وعارفه ان هم مثلا دول 5 ادوار بس، فانا هقعد مش عارفه ايه، هاخد نفس. عارفه ان انا لو لقيت مكان مغلق وهمضطر اقعد فيه اكتر مثلا من نص ساعه، فانا هطلع الموبايل هشغل فيديو هبقى باصه فيه بس عشان ما اخدش بالي ان المكان ما فيهوش شبابيك او اي حاجه. بدات اعرف نفسي وبدات اتصالح مع الموقف، وهو حاجه مش عيب وحاجه عادي ممكن تحصل معانا كلنا. فتصالحت معاه. فخليني اوضح لك بشكل علمي بقى اللي حصل ده. لو جينا دورنا في علم النفس على مصطلح التصالح مع النفس، مش هنلاقيه بشكله او بالكلمه دي زي ما هي مكتوبه او زي ما احنا بنقولها، بس هنلاقي مصطلحات تانية لو جمعناها مع بعض هيجمعوا في الاخر الاحساس بتاع التصالح مع النفس. واللي هم ايه؟ اول حاجه التعاطف انك
تبقى تبدي شعور طيب تجاه الشخص اللي قدامك، تجاه الكائن ده، تجاه الشيء ده عموما. فاحنا بنعمل كده مع كل الناس، بس ما بنعملش كده مع نفسنا. انت لو جه حد قريب منك قوي قال لك انا عملت حاجه غلط في شغل ومش عارف ايه، واحد اتنين تلاته، ايه ردك؟ هتقول له عادي، كلنا بنغلط، اديك اتعلمت. لكن لو الموقف ده انت بتكلم نفسك، كان هيبقى ايه ردك؟ كان هيبقى اول حاجه هتقولها لنفسك انت غبي، انت ازاي عملت كده، ما كانش ينفع تتصرف كده، انت ما فكرتش ليه قبل ما تعمل كده؟ طب ليه؟ انت قدمت التعاطف لشخص بره عنك مهما كان درجه قربه منك، بس هو مش انت، فليه ما تتعاطفش مع نفسك؟ الكلام اللي بيطلع منك لنفسك مهم جدا، وتأثيره عليك مهم جدا. يمكن ما تلاحظهوش في اليوم العادي، بس لو ركزت فيه هتلاقي ان هو بيأثر عليك. لما كل كلامك لنفسك يبقى انا ما بفهمش حاجه، انا غبي، انا مش عارفه اتصرف، بس انت لو ركزت هتلاقي ان انت مش مدي لنفسك فرصه، وعقلك من كتر تكرار الكلام ده عليه هيتعامل على اساسه. لو انت بتقول انا بعرفش اتصرف لما اتحط في الموقف ده، عقلك هيتصرف على اساس كده ومش هيتصرف فعلا. الكلام الايجابي والتعاطف مع نفسك ده هيخليك تتقبلها، ودي النقطه التانيه وهي التقبل. انك تتقبل عيوبك قبل مميزاتك. اصل احنا في الاخر بني ادم، محدش فينا كامل. تقبل شكلك وتقبل عيوبك. يعني مثلا انت لو جيت وقفت قدام المراية هتقدر تغير شكلك؟ هتقدر تزود عضلاتك شوية؟ انت هتقدري تودي الحباية اللي في وشك دي؟ مش هقدر اكذب عليكم واقول لكم لا، بس هتقدروا تعملوا كده لما تتقبل النقطة دي الاول. يعني انا لو وقفت قدام المراية وقلت انا تخنت قوي، انا محتاجة اخس عشان شكلي وحش قوي، الموضوع هيجي بشكل عكسي، وهبتدي اكل اصلا اكتر عشان اطلع الطاقه اللي عندي دي في الاكل، وهتخن اكتر، مش هعمل حاجه اساعد بيها نفسي. على عكس ما ابص الموضوع بنظره تانية، اوكي انا تخنت الفتره دي صح، وزني زاد وانا مثلا مش متعوده على كده، بس عادي، انا الفتره دي حصل لخبطه كتير، لخبطه في النوم، حصل لخبطه في الاكل، ايا كان، فانا تمام، اوكي انا متقبلاه. فايه اللي هيحصل يعني؟ فبعد ما تتقبل نفسك بكل عيوبها وبكل الحاجات دي هتقدر تسامحها. ودي النقطة الثالثة، المسامحة. يعني انك تسامح نفسك بوعي عن الغلط اللي عملته زمان، عشان تقدر تتخطاه وتعيش في الحاضر وانت مرتاح. يعني اخدت قرار ما في وقت ما زمان وأثر عليك دلوقتي، بس خلاص انت مش هتقدر ترجع وتغيره، وانت عايش دلوقتي وانت متضايق وانت حاسس بتأنيب الضمير، ده مش هيساعدك في اي حاجة خالص غير ان هو هيصعب عليك الدنيا. فمهما كان القرار ده صعب، هو ما سببش حرب عالمية تالتة ولا كان نهاية العالم، هو قرار اتاخد وترتب عليه حاجة وخلصت، كلهم خلصوا في الماضي. حتى لو ما أثر عليك دلوقتي، بس خلاص كانت فترة وخلصت، فتخطى ده عشان تقدر تعيش حياتك بشكل صحي. طيب سيبك من علم النفس خالص، عندنا في الدين الإسلامي مبدأ مهم قوي اسمه الرضا بقضاء الله، وده جوهر تقبل الذات. هتقول لي يعني ازاي وايه علاقته بالتصالح مع النفس وتقبل الذات؟ انا هقول لك، انت لما تبقى راضي بقضاء ربنا هيبقى عندك يقين 100%، مش 99.9، لا 100%، ان اي حاجة هتحصل لك، اي حاجة حصلت لك هي بتوفيق من ربنا وليه حكمة في اللي حصلت. انا ممكن اعرفها دلوقتي او اعرفها بعدين او ما اعرفهاش خالص، بس هو الموقف ده حصل لحكمة معينة عشان انا اتعلم منها، او اشوف حد على حقيقته، او اتنقل من مكان لمكان، ايا كان بقى النتيجة. فانت لما يبقى عندك اصلا الايمان ده جوه، خلاص اي شيء هيحصل في الدنيا انت تمام، انت هتتقبله، ولما تتقبله هتتصالح معاه. كمان في حاجة تانية، وهي الإحسان. قبل ما تحسن للناس اللي حواليك وتحسن للمكان والأشياء، لازم الإحسان ده يوصل لك، لازم ما ترهقش نفسك، لازم ما تضغطش عليها، لازم تبقى ماشي الدنيا بالراحة مش سباق. طيب أنا أقدر أبقى متصالح مع نفسي إزاي؟ ماشي، الموضوع مش كورس او حاجات هتعملها النهارده بكره السكيل دي هتبقى عندك، لا، هي هتبقى رحله ولازم تمشيها ولازم تستحملها. انا هقولك على 5 خطوات تعملها. الكلام هيبان سهل بس تنفيذه محتاج مجهود ذهني كبير، فحاول تدي وقت للموضوع. اول حاجه
الوعي أصلا بالموضوع. يعني إيه؟ يعني إن أنا ألاحظ أفكاري وألاحظ مشاعري وألاحظ رد فعلي. فأنت لما يحصل أي موقف غريب عنك، يحصل حاجة عملت فيها رد فعل معين، وقف واسأل أنا ليه حسيت بكده. ما تسألش أنا ليه كده، ليه بتصرف بغرابة كده، لأ، اسأل أنا ليه حسيت بكده. والأسئلة دي هتفتح معاك أسئلة تانية لحد ما توصل لأصل الموضوع. وده أول نقطة وهي الوعي. النقطة التانية وهو تعديل الحوار الداخلي. زي ما قلنا ان احنا نبقى متعاطفين مع نفسنا وما نقولهاش كلام صعب، الكلام ده بيفرق جدا معاها. فانت لاحظ الكلام اللي بتقوله بينك وبين نفسك من غير صوت مسموع. لما بتبقى غضبان، لما بتبقى متنرفز، لما بتبقى محطوط تحت ضغط، بتكلم نفسك ازاي؟ بتقول انا فاشل، ولا انا ما بعرفش اتصرف، ولا بتقدر تهدي نفسك وتقول هو بس موضوع وقت وهقدر اوصل، انا بس محتاجة اهدى وهعرف اتصرف احسن. فانت المفروض تعرف الافكار او الكلام اللي في دماغك ده لما تقول لنفسك انا فاشل، اسأل نفسك هل دي فكرة حقيقية؟ تالت نقطة التعاطف. زي ما قلنا من شوية لازم نبقى متعاطفين مع نفسنا، لازم نحسن اليها، لازم لما يحصل مشكلة ما نجلدش ذاتنا. والتعاطف هنا هيبقى عكس قوي جلد الذات. لو حصل حاجة عادي، المشكلة نتعلم من غلطاتنا، المهم ما نكررش الغلط. فلازم اتعاطف مع نفسي بقدر اكبر من كده. رابع حاجة التقبل. في حاجات مش هنقدر نغيرها لان احنا مش عايشين في العالم لوحدنا. لو حاجة متعلقة بيا هقدر اغيرها، لكن لو حاجة متعلقة بالناس اللي حواليا مش هقدر اتحكم فيهم، مش هقدر اقول لهم اعملوا دي كده بالطريقة المعينة عشان انا برتاح بالشكل ده. لا، انا لازم اتقبل واتكيف مع الموضوع ده. اخر خطوة والخامسة هي المسامحة. انت تتقبل الغلط اللي انت عملته في الماضي، وتأكد ان هو مش غلط، هو اصلا التجربة لازم تمر بيها، ولازم كنت تاخد القرار ده في الوقت ده عشان تتعلم منه. فسامح نفسك على اي غلط انت خدته. فأكد عليك تاني، التصالح مع النفس مش انجاز هتوصل له بعد يومين او 3، هي هتبقى رحلة يومية. هتقدر كل يوم تتعرف فيها على نفسك اكتر، تقدر تتعاطف معاها، هتقدر تتقبل حاجات انت عملتها، وتقدر تسامح نفسك على حاجات عملتها زمان. وبعد كده تقدر تعيش حياتك بشكل مرتاح. وعايزاك تفتكر ان العالم دلوقتي بقى مكان غريب، مكان سيء ومليان افكار ومواقف سلبية قوي. فعلى الاقل تبقى مرتاح بينك وبين نفسك بس. ودي كانت الحكاية ورا التصالح مع النفس. قولي انت بدأت رحلتك معاها ولا لسه؟ ما تنساش تعمل لي لايك وسبسكرايب وتشير الحلقة مع حد من صحابك عايزه يعرف الحكاية دي.